من هو هذا الإله الجديد المسمى اللي الذي يدعو كل المسلمين؟ أما بعد، هذا تسجيل باللهجة الدارجة لعل الله ينفع به، وهي أول تجربة في هذا المجال. شكون هذا الإله الجديد اللي كيسموه اللي يدعوه المسلمين جميعا، عامة طلبة علم وعلماء وغيرهم، كل من يدعو يقول اللي اللي اللي. واستوقفتني 3 لقطات في ذلك. خطيب فوق المنبر يدعو يقول الله يجازيكم الله يكرمكم. ثاني، كنت في عقيقة فدعا إمام أحد المساجد ختاما فقال الله يتقبل منكم، الله ييسر لكم، الله يقبل لكم الأقدام، والقوم رافع أيديهم بلحاهم الطويلة والقصيرة ويؤمنون على دعائه، وهم في غفلة هو يدعو باطلهم ويؤمنون على باطله. فقلت ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثالثة، مع مسجدنا دخل عندي إمام مسجد إلى مكتبي لا أعرفه ولم سبق أن رأيته، يظهر أنه جاوز 60 من عمره. طلب مني واحد القلم، قال لي بغيت نكتب واحد الرقم ديال الهاتف، فأعطيته فقيده، ثم قال لي داعيا الله يجازيك بخير، الله يتقبل منك، الله يربحك. قلت اسمح لي نسولك، يظهر عليك ماشي فقيه؟ قال بلى عاد فقيه والحمد لله. قلت له عاود هذاك الدعاء سيدي، فأعاده بحرفه الله يجازيك الله يتقبل الله يربحك. قلت فدعاؤك باطل. قال واه سبحان الله. قلت سبحان الله أنت؟ فتعجب. قلت هذا الإله الذي دعوت وسميته الله أنا لا أعرفه، فمن هو هذا الله؟ قال الله 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 الله. قلت ولكنك دعوت الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فلتت لي وما تنبهتش لها شيء، وما عمرش حد نباني لها طيلة عمري كله، ولأول مرة أسمع وهو حق. قلت وكتعرف منين جا هذا العجب؟ قال لي لا، من جا الله. قال لها واقرا سدي من سورة الأعراف آية 80 و 180. قال ما نقدرش نقرا بالأرقام. قلت له فعلا انت حد ما يقرا بالأرقام، إذا اقرأ قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فانطلق مع الآية يقرأ، وكان حافظا. ولله بتلك الطريقة المغربية الجميلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قلت له عاود سيدي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله من أسماء الله الحسنى التي أمر الله ندعو بها. قال حاشا حاشا، لا 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 أبدا. قلت وتعرف ما معنى يلحدون؟ قال لا ما سبق لي شيء، قرأت التفسير. قلت له فاحنا قرينا التفسير ورجعنا له، لقينا العلماء المفسرين رحمهم الله بعضهم يقول أن مشركي قريش اشتقوا من أسماء الله الحسنى فزادوا ونقصوا فتغير المعنى فلا معنى، فجعلوا من الله اللات، وجعلوا من العزيز العزى، وجعلوا من المنان منات. فاللات ما هي إلا لفظ الجلالة الله وضيفت إليه تاء فأصبح اللات، والعزيز نقصوا من الاسم الجميل العزيز، اسم الله العزيز، فصار العزى، واشتقوا من المنان منات. قلت له اليوم المسلمين جعلوا من لفظ الجلالة الله الله، لها بدلوها يا. قال صدقت وقل ربي زدني علما. فصار مسكين تيقرر ويقول ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. يو تنباس دي. قال جزاك الله خيرا، والله لم استفيد هذه الفائدة قبل مثلها وهي حق. فانصرف إلى حال سبيلي، فتركته حتى إذا قرب لي بيخرج من الباب، وأنا نقول له سيدي وادعي معنا. قال لي والله يجزيك بخير. قلت له ما قلنا والو، واش درنا؟ ما درنا شيء. تعال فرجع مسكين. سيدي راهي ما درنا والو، بحال نقبوا الماء الرمله. شنو هو اللي رجعت لي الليله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فلتت ليا. قلت له وكان فين مشارط انت؟ قال مشارط في شي مسجد بعيد عن المدينه بعدد من كيلومترات. قلت له فاش غادي تمشي ان شاء الله؟ قال لي غنمشي في الترونزيت. قلت له انا نعطيك واحد النصيحه. قال قول. قلت له ملي تركب في الترونزيت انت تقول الله ميه اللي الله ميه اللي الله ميه اللي الله ميه اللي حتى توصل وكان البلاد. فضحك ضحكة عجيبة وقال واو كان إلى هكاك. وانصرف إلى حال سبيله حفظه الله تعالى. ماذا تستفيد أخي المستمع من هذه القصة الظريفة القصيرة؟ أنت بنفسك
تدعو الله أنت بنفسك. نعم، أنت تدعو بنفسك. كن متعلما، كن فقيها، كن فقيه، كن عالم، كن طالب علم، لا تفلت من هذا. لأنني والحقيقة تتبعت السادة العلماء من أكبر عالم إلى أصغرهم، وليس فيهم أصغر على كل حال، المشهور أشهرهم. فلم أجد من أفلت من هذا الشرك، من هذا الإلحاد في اسم الجلالة الله. انظر إلى قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لما ترجع إلى التفسير من غير هذه الفائدة لا تخرج منها بطائل، ولكن ها هي تحققت. فبعد 14 عام من 14 قرن من التوحيد، المسلمين رجعوا كما يدعون الله. ولو قلت شي واحد دابا الله تقول لك أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله هي الله. فكيف استعظمت هذه، استصغرت هذه؟